الرحمن الرحيم. أيها الزملاء والزميلات من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه علوم وLMD المتعاقدين والبطالين، في هذا اليوم 10 من جويلية 2017، ويا للعار لا تزال الجامعات الجزائرية تهمش كفاءتها ونخبتها. لا تزال الجامعات الجزائرية تستغل الأساتذة المتعاقدين ب6000 دينار في شهر. يا للعار 6000 دينار للشهر، بينما عامل الحراسة البسيط بدون أي مؤهل يتقاضى أكثر من 40,000 دينار. طالب الدراسات العليا البطال يقترض المال من أجل شراء الكتب في المكتبة الهزيلة التي لا تعين بحوثنا. نقترض المال وعندما تأتي المنحة الجامعية المتأخرة نسدد ما علينا من ديون. المادة 15 من القانون 98/254 من الخاصة بالتكوين تقول بأن مناصب الماجستير والدكتوراه هي مناصب مالية، وبالتالي فيحق لنا التوظيف المباشر في الجامعات الجزائرية. المادة 80 من القانون 0603 من الوظيف العمومي تعطينا الأولوية في التوظيف المباشر كأساتذة في اختصاصاتنا في كل فرع وشعبة فرعية في الجامعة الجزائرية. القانون معنا وأوضاعنا المترضية البسيطة، فنحن من عموم المجتمع، ويرحم الله الرجل الزعيم هواري بومدين الذي أعطانا الحق في التعليم المجاني، وبفضله وبفضل الرجال المخلصين نحن اليوم أصبحنا من أصحاب الشهادات العليا. ولكن أن يتواصل تهميشنا بهذا الشكل الفاضح. أنا بلغ سني 40 سنة، وزملائي معظمهم يتجاوز 30 سنة، منهم المتزوجون ومنهم أصحاب العائلات وأصحاب الأبناء، ومنهم من لم يستطع توفير سكن ولا عمل ولا فتح بيت. هل يعقل في 2017 أن تهمش الكفاءة العلمية؟ هل يعقل في 2017 أن يكون التوظيف في الجامعة خاضعا للمحسوبية والجهوية والبيروقراطية؟ هل يعقل أن نقف هذه الوقفة من أجل المطالبة بحق دستوري هو التوظيف؟ يا للعار يا للعار. نقوله بصوت عال، ونود أن يبلغ صوتنا وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية، ونتمنى أن يعيننا نواب البرلمان في تبليغ صوتنا ونيل حقوقنا. نحن نخبة المجتمع، ولا يعقل أن نظل مهمشين بطالين مستغلين من طرف الجامعة الجزائرية. هذا النظام التعاقدي المهين يجب أن يتوقف، لا لاستغلال الأستاذ الجامعي المتعاقد، لا لتهميش الأستاذ صاحب الماجستير والدكتوراه البطال. نود أن يصل صوتنا وأن تتحقق مطلبنا الأساسي في التوظيف المباشر، ونطالب أيضا بإلغاء شرط التطابق الحرفي في التخصص الذي تشترطه معظم مسابقات توظيف الوطن. هل يعقل أن نترشح لعدة مسابقات في شرق البلاد ثم أقصى مرة بسبب الإقامة في غير الولاية ومرة بسبب شرط التطابق الحرفي للتخصص؟ كل هذه المهازل يجب أن تتوقف. يجب أن يكون الشعب الجزائري فخور بنخبته. نحن قدوة لكل جزائري، ونحن نطالب اليوم حقنا بكل كرامة وبكل سلم وتسالم وتسامح. نحن هنا واقفون ليس من أجل أنفسنا فقط، بل من أجل المستقبل العلمي في هذا البلد، من أجل مستقبل البحث العلمي. نريدها جزائر مستقرة آمنة متطورة، وليست جامعة جزائرية تقبع خارج التصنيف الدولي للجامعات. ليس هذا ما تركه لنا أجدادنا أمانة. السلام عليكم ورحمة الله.